سؤالي كان أنتِ كان إلِك تجربة سابقة بالعمل أو بالحياة مع غير مكونات، لنقول السوريان أو كعرب أو غير مكونات، يعني قبل بداية الإدارة الذاتية أو تأسيس الإدارة الذاتية؟ طبعا قبل الإدارة الذاتية كان علاقاتنا محدودة مع أخوتنا السريان، كون يعني أنا من مكون الكردي ومن مقاطعة الفرات من مدينة كوباني. كون إخواننا السريان يعني كمكون غير موجودين بمدينتنا، لهذا أنه كان هناك يعني ما كنا نعرفه عن القرب، ولكن من خلال عملنا في الإدارة الذاتية تعرفنا على مكون السرياني بعمق، تعرفنا على عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم، ورأينا أن ثقافة إخواننا السريان لديهم مرونة في التعامل مع الغير، وأيضا أنه كان يعانوا مثل ما كنا نعاني نحن كأكراد سوريا، هن أيضا لهم معاناة، ولكن من أجل أنه المصلحة المشتركة ومن أجل ممارسة حياتنا مع بعضنا البعض، أنه رأينا أن المعاملة مع إخواننا السريانيين هي ضرورية، ولكن بنفس الوقت أنه شركاء، قلنا نحن شركاء، إذن يجب على كل شريك أن يكون له حصة في هذا الوطن وأن يشارك في هذا الوطن. نحن من خلال عملنا، من خلال مشاركتنا في المؤتمرات، في الحوارات، في المناقشات، أنه نحس أنه فعلا كل ما تتعرف على الثقافة تكثر معرفتك يعني بالآخرين وتستفيد أكثر، وخاصة الشعب السرياني شعب حي، الشعب ثقافته ثقافة متمدنة المرنة. الشعب السرياني له قبول الآخر، يتقبل الآخر، وهذه هي الظاهرة التي كنا نبحث عنه دائما في حياتنا، أنه يجب أن يكون لنا قبول الآخر. القبول الآخر تعني أنه قبول ثقافة الآخر واللغة الآخر ومعتقدات ودين الآخر. هذا يدل أنه قبول الآخر بإمكان الشعوب أن تعيش مع بعضها البعض وأن تتعاون مع بعضها البعض، والقبول الآخر تعني التعاون، تعني المحبة، تعني المساواة. هذا ما لاحظناه خلال الإدارة الذاتية، خلال اجتماعنا معهم، خلال مناقشة العقد الاجتماعي، أنه كان مشاركة أخواننا السريان بالعقد الاجتماعي بقوة، ووجدوا نفسهم كما الشعوب الأخرى كالأكراد والعرب ضمن هذا الاتفاق المجتمعي، كون اتفاقنا المجتمعي أو نظامنا المجتمعي أو العقد الاجتماعي كان ملك للجميع، ملك لجميع الثقافات، وهذا كان هو طريق النجاح بالنسبة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.